في منتصف الليل اليوم 31 جانيوري جاءوا الناس عندي في البيت، وأنا فتحت الباب وإذ بهم يعني مجموعة كبيرة جدا غير بدون أي بطاقات شخصية وأي ملابس. يعني أي جنسية كانوا؟ باكستانيين، ولكن وراهم أمريكان يلبسون يعني ملابس مدني باكستاني. ودخلوا بالقوة في بيتي، أسقطوني على الأرض، ربطوا اليدين وراء ظهري، ربطوا الرجلين، ووضعوا كيس أسود فوق رأسي. هذا أمام أولادك؟ هذا أمام زوجتي وأولادي. نعم. وضعوا مسدس على رأسي وحملوني حملا إلى السيارة، ووضعوني في السيارة. وفي داخل السيارة عرفت أن هذا الناس أمريكان، وبدأوا يتكلموا معي، رفعوا الكيس من فوق رأسي. طبعا وأنت تجيد الحديث باللغة الإنجليزية، كونك عشت في بريطانيا. طبعا نعم. وعرفت على طول أنهم ليسوا أمريكان، وتكلموا باللهجات الأمريكية، وبين على ذلك أنهم أمريكان، وقالوا لي بهذه الألفاظ: إما أن تجيب أسئلتنا هنا أو إما في سجن غوانتنامو. ما طبيعة الأسئلة؟ طبيعة كانت: من تعرف من الإرهابيين؟ ماذا تفعل هنا؟ ولا بد تشيرنا إلى شيء حتى نعرف من الناس الذين حولك، أو أي شيء متعلق بقضية إرهاب أنت تساعدني فيها. وأنا قلت لهم أنا ما أعرف شيء بالنسبة لهذا. أنا ما سافرت إلى أمريكا في حياتي أبدا، بل أمريكا سافرت إلي. وأخذوني إلى طبعا بعد ذلك إلى سجن سري في باكستان عند الباكستانيين، وبعد ذلك كانت مرحلات متعددة إلى أن وصلت إلى غوانتنامو. طيب، تحدثت عن 3 سنوات من الاعتقال في غوانتنامو بكثير من التفصيل في كتابك عدو محارب، ولكن بعد كل هذه السنوات ما الذكريات التي رسخت في ذهن معظم بك حتى الآن؟ والله حقيقة يعني هذا سؤال كبير جدا. أنا الآن لما أنظر وأتكلم عن قضية غوانتنامو كأني ما أتكلم عن نفسي، كأني أتكلم عن شخص آخر وأنا فقط شاهد. لو أنا بقيت أظل كأني يعني ما زلت أشعر بالتعذيب والإهانة اللي أخذته أو شاهدته في باغرام، ممكن جنيت. فأظن أعتقد أبرز شيء من هذه المرحلة كلها هي لما رأيت شخص معتقل في سجن باغرام قبل غوانتنامو، أفغاني اسمه ديلاور. كان الأمريكان يعلقونه هكذا بأيديهم فوق الباب، وضربوه ضربا إلى أن مات أمام عيني. فأظن هذه يعني شيء، ولو أحاول أن أخرج من ذهني ومن رأسي لا أستطيع. هذا الذي تعرض له ديلاور، لكن ماذا عنك أنت؟ أني بالنسبة لنفسي طبعا كذلك في سجن باغرام، وكان شهر ماي، شهر 5 في 2002. ال FBI والمخابرات الأمريكية CIA حققوا معي مدة أيام، وكذلك في نفس الوقت هددوني وقالوا لي إذا ما تتعاون معنا وما تشتغل معنا نبعثك إما إلى سوريا أو إما إلى مصر للتعذيب، كما فعلنا مع شخص اسمه ابن الشيخ الليبي الذين أرسلناه إلى يعني ذكروا لك أسماء. هل أنت تعرف ابن الشيخ الليبي؟ ابن الشيخ الليبي ما كنت أعرف، بس كنت طبعا عرفت عنه بعد ما خرجت من غوانتنامو، وقصته معروفة أنه بسبب تعذيبه أنهم استدلوا بدخول القوات الأمريكية إلى العراق. طيب، هل الصورة كانت أفضل في غوانتنامو بما أنك تحدثت عن الذكريات فقط في سجن باغرام؟ يعني حقيقة لما أتكلم عن باغرام وأمارس بين باغرام وغوانتنامو كان أرحم بكثير. بل بعد يعني 11 شهر في باغرام كنت يعني أرغب
الذهاب أو انتقال إلى غوانتنامو. يعني فعلا في 2003 بداية 2003 بعثوني إلى غوانتنامو، وظليت في سجن غوانتنامو في انفرادي، يعني معزولين من جميع الأسرى تقريبا مدة سنتين.